بعد ما خلاص سألته وفهمت كل حاجة وهو اتأكد ان انا فاهم، هبدأ اعمل له عملية اخراج سريعة بوصف كده سريع. والله انا هعمل 1 2 3. ما ينفعش اللي انا اروح اقول له بص انا هعمل هنا اللي قط، وبعدين هعمل هنا سبيد رامب، وبعدين هرجع هنا هعمل ادجستمنت لاير، وبعدين احط عليها لوت هيكون ورم شويه. الكلام ده العميل مش هيفهمه، الكلام ده تكنيكال، انت شغال فاهم انت بتعمل ايه. لكن العميل هو لو فاهم اللي انت بتقوله ده ما كانش اشتغل هو بنفسه، ليه هيجيلك؟ فلازم تكون وانت بتعمل عمليه الشرح او بتعمل له عمليه الاخراج لازم يكون اسلوبك واضح، لازم تكلمه بلغه سهله عشان يفهمك. على سبيل المثال لو هنتكلم على فكره اللي انا هعمل اللي قط، ال كات ده هشرحه له بشكل عامل ازاي. هقول له بص انا عشان احافظ على استمرارية المشهد الاول وانقل على المشهد التاني هحتاج ان انا اسيب الصوت بتاع المشهد الاول في اول 5 ثواني من المشهد التاني، بحيث ان انا هبقى سامع صوت المشهد اللي فات بس عيني شايفة المشهد الجديد. ده ترانزيشن اللي قط. لو احنا بنتكلم بعض في المونتاج احنا فاهمين بعض، لكن العميل مش فاهم ده.